انتقل إلى رحمة الله صاحب هذا الحساب. بوست جدا مؤثر حقيقة. مر علي هذا البوست قبل شوي. صاحب هذا الحساب سوارة جثمان صاحب هذا الحساب اليوم الفلاني. فهني الواحد يوم يشوف هالبوستات، هي مش قضية أن توفى الشخص وروح، لكن اللي عندهم حسابات، خصوصا حسابات النشيطة، يكون البوست مؤثر أكثر. يوم ترجع الحسابات، رجعت للحساب أنا للشخص هذا، رجعت لحسابه وشوف حساب تراثي، حساب جدا جميل، حساب يعني يعطيك معلومات، يعطيك محتوى. فالكل بيمر بهذه المرحلة، مرحلة انتهاء العمر، هاي الكل بيمر عليها. ولكن أصحاب الحسابات النشيطة أو النشطة اللي ينزلون محتوى، شو بتنزل بعد هذا البوست؟ شو بيكون عندك آخر بوست؟ نحن نستغرب من الناس، ما نتكلم عن أجانب وما نتكلم، موجودين بالهبل، ودائما الناس تعلق عليهم، ودائما الناس ممكن تنتقدهم، ودائما الناس تتابعهم تضحك عليهم. آخر بوست عندك أصحاب الحسابات النشيطة وحسابات السوشيال ميديا، لا، في كثير من الناس شفناهم توقف عند آخر بوست. لكن السؤال، شو بعد هذه البوستات؟ إذا خاصة إذا كان عندك أنت الحساب بروحك، يعني ما عندك كنترول. هذا اللي يحطون الحسابات يكون حد عندهم ماسك حسابهم، انتقل إلى رحمة الله صاحب الحساب. ولكن في حين تقنيات تنزل الحسابات، يعني في يعني تربط الحساب العائلي إنه وقت الوفاة ترفع كتاب حق الجهات المسؤولة عن الحسابات مثل هاي المؤسسات ويغلقون الحساب. لكن اللي ما عنده واللي عنده بس بروحه آخر بوست، شو قدمت أنت؟ ضحك، ممكن تضحك الناس وترسم البسمة الجميلة، هذه ما فيها مشكلة. لكن ترقص، تطلع، والله إنه أحسن أحيانا يوم نشوف، خاصة حقيقة بعض الأخوات تنزل لك هاي الأمور هذه، شعر برا، أغاني ورقص. أنا متأكد أن في رفض من قبل الأهالي بهذه التصرفات، أنا متأكد 100%. ولكن بترد عليهم شي، أنا شو مسويه؟ أنا مفصخة؟ أنا ما أدري شو؟ لا يا بابا، ما بعد البوست الأخير، ما بعد آخر بوست في الحساب. كيف تبغي حسابك يكون؟ يعني أنا يوم شفت البوست هذا أرجع للحساب. يوم رجعت للحساب، حساب تراثي، حساب جميل، حساب جدا روعة. لكن إذا بطلت وشفت الحساب بديهية، يعني انتقل رحت تبغى تشوف منو الشخص هذا. تخيل تشوف بتقول الله يرحمه ويجزاه الله خير وميزان حسناته أن قدم بصمة اجتماعية للمجتمع. إذا شفت مسخرة، واحد يعني في كذا واحد ما نبني نذكر الأسماء، يستفز الناس بتصرفات بايخة، يضحك الناس بأشياء بايخة، توفى ترجع حساباته رقص، استفزاز. شو بتقول؟ فأقل القليل بتقول بتسكت إذا أنت ريال يعني تحفظ تسكت عنه. لكن إذا واحد غلس يقول شو الله لا يرحمه، افتكينا منه. نفس الشيء في العلاقات الاجتماعية، واحد غلس على ربعه في الديوانية في المجالس، الناس شو بتقول عنه؟ فالله ياخذه. وفي ناس والله
ان نذكرهم لين اليوم، متوفين من سنين نذكرهم لين اليوم. السؤال انت شو تقدم في المحتوى؟ صاحب المحتوى، صاحب السوشيال ميديا، صاحب عندك حساب، خاصة المدونين الموثقين اللي توثق تصرفاتك، حركاتك، توثق هذه الامور. بعد اخر بوست شو تبغى الناس يقولوا عنك؟ بعد اخر بوست انت بتسأل، على فكرة بتسأل عنه يوم القيامة طبعا اكيد، هذا ما في خلاف. ولكن انت شو البصمة اللي قدمتها؟ شو الشيء الجميل اللي قدمته؟ شو اللي والله محمد الله يرحمه، محمد الشمري الله يرحمه، محمد الشمري هذا احد مشاهير السوشيال ميديا معروف، يقول دائما قصص، ودائما لين اليوم متوفي من 3 سنوات اتوقع، والعام عامات اول. لين اليوم الناس تشوف فيديوهات ماله، تستمتع بالفيديوهات ماله كأنه موجود، كأنه موجود، يبدأ القصص، محتوى قصص ومحتوى جميل وقصص فكاهية. فالناس تستمر، هذا تستمر في البصمة الجميلة. إذا الواحد تعرفه ومعاشرنا وقريب منه وينزل بوستات غير لائقة وبوستات ما مرضية، تحزن له أكثر. فأتمنى خاصة خواتنا اللي يعني اللي قريبين في مجتمعنا، نحن هذا خواتنا، مش شرط خواتي من أمي وأبوي، كلهم خواتنا هذيلا. أنا أتمنى رجاء والله من القلب، والله نحزن من بعض التصرفات، نحزن من بعض التصرفات أنتوا تشوفونها صح، المجتمع يشوفه غلط. لا تقولوا لي شيء نحن شو نسوي، لا يا بابا، صور أغاني هذه ما تنفع. يتقدمين محتوى جميل، محتوى صح محترم. أما أنا ما فيني شعرها أو قدلة وأغاني زين، ما في تغني ورا الأغنية، شو الزين؟ وين هو؟ وين طالعين نحن؟ وين سايرين؟ أنا أحب أصلي، أترى فيني شعر بس أحب أصلي. فأنا أتمنى حقيقة والله تتغير هاي بعض التصرفات. ما بعد آخر بوست شو زين هو بعد أغاني بعد آخر بوست كت وما كت. شباب ما بعد آخر بوست الله يرحمك، يقول الله يرحمك. ترى العمر يبند مرة واحدة، نفس البطارية مال الأمريكية. شفت البطارية مال البطاريات الأمريكية، سيارة الأمريكية شغالة الصبح فجأة فصلت السيارة ما تدق سلف. العمر كذا، بطارية أمريكية نفس شيء بطاريات. فالواحد لا يتوقع أن عمري والله بعيش، أبوي الصغير حين يموت، الكبير يموت، حادث، سكتة قلبية موجود. احنا مش بوست حزن هذا، ولكن بوست يكون مؤثر. أصحاب السوشيال ميديا، ونكرر أصحاب الحسابات النشيطة، أتمنى تعيدون حساباتكم يا أخي. لا تطلع وترقص يا أخي، نزل بوست صباح الخير، صباح تفاؤل، أسير في ناس تسير سياحة وتترقص يا أخي، اعكس، لا اشرح بدل لا ترقص والناس تضحك عليك وتغايظ الناس. اشرح عن المكان، وثق المادة، قدم شيء جميل. لا تقول والله ما أبغى الناس تقول لي جزاك الله خير يا أخوي أنت باكر بتموت، حسابك آخر بوست، وإذا حد ماسك حسابك بيقول لك أنت صاحب الحساب انتقل يا رحمة الله. هاي بتشوف الأيام يعني المستقبل بتشوف كثير. ليش؟ لأن تو بادي السوشيال ميديا والناس توها نشيطة، وقليل الناس تروح بالحسابات بالطريقة هذه. فحقيقة يا جماعة أنا هذا البوست بنزله كان بعد مخزن في اليوتيوب، أسوي له نشر أساس الناس لابد أن بتوعى وبتشوف هذه الفيديوهات. راجعوا أعماركم يا جماعة. اللي يشوف والله أنا متأكد أن في من الناس تصرفه عارف هو مقتنع أنه غلط، ولكن يتكابر
على الغلط، يتكابر على الناس، يعاند في الناس. لا يا بابا ما بشي اسمه، في النهاية تراها سي في مالك هذا، انت شو قدمت بعد 20 سنة. عيالك عيال عيالهم. شوف هذا يدي، هذا يدي يشوفونه هو يرقص، واللي يشوفونه يقدم محتوى. هني الفيلم. والله مرات عليه بوستات بالتسعينات ايام يوم يطلعون العيد توفوا، تستفيد منهم. وفي من التسعينات اللي ترقص ومات نشوفهم الحين. هذه هني النقطة. بعد 20 سنة 30 سنة بعد 100 سنة ما تعرف. بدأ اليوتيوب من 95 96 97 اعتقد 97 2007 2017 30 سنة 40 سنة اللي نزلها كل ايام. شو صارت الفيديوهات الحين؟ احنا يوم نشوف فيديوهات نزلناها تو قبل 2 3 4 سنوات تشوفها قديمة وتشوفها ذكريات حلوة، وبالك بعد 50 سنة. هذه يدي، هذه يدتي، هذه او حرم عود مستوي ريال عود 80 سنة وفيديوهات ماله، ونسيت والمصيبة نسيت الباسورد واليوزر نيم ونسيت الامور هاي كلها، وتم الفيديو معلق. وين بتكلم منو ولا منو؟ فانا اتمنى حقيقة الواحد يراجع حساباته. والله العظيم الدنيا ما تسوى، والحساب اصلا وقت ما يروح الشخص ما يسوى، كل شيء ما يسوى. فضبطوا اعماركم، ضبطوا حساباتكم، اغاني واي ودروها عنكم، قدموا شيء زين. صباح الخير، مساء الليل، صباح الليل، مساء النور، وهالشغلات هاي قدموا هالشغلات الجميلة هذه. من الانترنت بوست نزله كلام باكر، كلام الليل يمحوه النهار، وعلى هالشلة. يعطيكم الصحة والسلامة وتصبحون على خير.